السلام عليكم أصدقائي حبايبي، أهلا وسهلا بيكم. انتهت القصة ما بين فرق أفريقيا في بطولة أبطال الدوري، ووصل للنهائي الوداد والنادي الأهلي. وعايز أقول حاجة مهمة جدا، لا ما تفرقش كتير قوي إن الأهلي يقابل الوداد أو سان داونز، لأن الأهلي بيتعلم من الخطأ. اي خطأ بيجي من النادي الاهلي بيتعلم من اخطائه كويس جدا جدا. والنادي الاهلي ما بيفرقش معاه يقابل مين او ما يقابلش مين، لان النادي الاهلي دائما وابدا، وقلت لكم قبل كده، بيبص في ورقته. فالنهارده نقابل سان داونز مش مشكله، وده كان المتوقع طبعا لان طبعا اسف، الوداد المغربي كان يعني مستواه مش ولا بد مقارنة بالمباراة الأولى اللي كان مطرود من 2 من سان داونز وما قدرش يفوز، ولكن رجع للمباراة وتعادل هناك 2-2، وكان الحظ بيلعب معاه ووصل للنهائي مع النادي الأهلي. ولكن لا يعني النادي الأهلي مين هيلعب معاه. ليه بقى من هيلعب معاه؟ أولا كل اللعيبة في كل المراكز فايقة، سواء علي معلول أو الشحات أو كهربا، محمد عبد المنعم، كلهم. محمد هاني في اعلى وفي احسن حالاته. خط الوسط الموجود في النادي الاهلي من قندوسي والسولية وفتحي واليو درانج، ده قصة كبيرة جدا، ده قصة محتاجة انك تتكلم عنها وقت كبير جدا جدا جدا. قصة انك خط وسط النادي الاهلي والهجوم طبعا كهربا، انتوا شايفين مستواه عامل ازاي بعد رجوعه من الايقاف. محمد شريف طبعا لاعب حريف ورجله عارفه الجون. بيرسي تاو في احسن حالاته، الشحات في احسن حالاته. كل اللعيبه سواء اللي قاعدين على دكه الاحتياطي او في الملعب على قد المسؤوليه وقادرين انهم يقدموا مباراتين من اقوى المباريات باذن الله. الاهلي هيقدر يسجل بره وهيقدر يسجل جوه، وان شاء الله باذن الله الاهلي يفوز. ولكن عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا مع الوداد المغربي بالذات، او الفرق المغربيه. يعني بتعمل ايه الفرق المغربيه؟ بتاع العامل الاساسي عندهم هو عامل تضييع الوقت. فعلى الاهلي انه ياخد باله قوي من القصه دي ويدرسها كويس جدا، انه من الممكن وابدا ان الوداد المغربي يعمل على اضاعه الوقت ويعمل على توتر لاعبي النادي الاهلي، فيبقى تتصعب الامور. ولكن انا عارف ان كولر ذكي جدا، وعارف ان كولر عمل توليفة من اللعيبة على اعلى مستوى من الفكر والاداء والتكتيك. فانا مش خايف على النادي الاهلي، لان المجتهد دايما ربنا معاه، وان شاء الله ربنا هيكرمنا في البطولة وهناخدها ال11 باذن الله. حاجة تانية بقى، ان خالد الغندور ما زال مستمر في التفاهات اللي بيتكلم فيها. يعني لما خلاص اتحدد النهائي ما بين الوداد المغربي والنادي الاهلي، قال لك ايه؟ مالكوش حاجه، الاهلي خلاص دلوقتي النهائي من مباراتين، مباراه هنا ومباراه هنا، فمالكوش حجه. يعني ايه مالكوش حجه؟ اولا انت مالكش علاقه بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد. انت عندك مشاكل كتير قوي قوي في ناديك، لابد انك تقعد مع كل من ينتمي لنادي الزمالك وبيحب نادي الزمالك، انه يحل ويصل بكيان نادي الزمالك الى بر الامان. اللي احنا بجد بجد، انا واحد من الناس زعلان علشان نادي الزمالك جدا، ولكن مش زعلان على اشخاص يعني، بس انا زعلان على نادي الزمالك. فارجو منك انك تبطل انك تتكلم عن النادي الاهلي، وتبطل انك تحط النادي الاهلي في جملة مفيدة، لان النادي الاهلي مش محتاجك. النادي الاهلي عنده ما يكفيه من اللي يقدر يتكلم عنه. النادي الاهلي عنده ما يكفيه من اللي يقدر يدرس رحلته الكروية على أكمل وجه، من مجلس إدارة عميق في الخبرات وجماهير عريقة وجمعية عمومية تقدر تحل أي مشاكل. فبلاش أرجوك بلاش تتكلم عن النادي الأهلي. ملوش داعي، مفيش داعي إن حد يتكلم عن النادي الأهلي سوى جماهيره ومجلس إدارته وجمعيته العمومية ولاعيبته. فإحنا ما بنجيش ناحية الزمالك في حاجة. أرجو إنك تحلوا مشاكل نادي الزمالك، لأنه بجد هو كيان كبير